ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلو ضمن لك مخلوق أيها المؤمن أن يأخذ بحقك ووعدك أن ينتقم ممن ظلمك لوثقت ولصار عندك طمأنينة أن فلانا من الناس أو ممن له سلطة وولاية سيأخذ بحقي وينتصر لي، والله سبحانه خير الناصرين القوي العزيز يأخذ حقك وينتقم ممن ظلمك. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويكون إيذاء المؤمنين بأمور كثيرة، من ارتكب شيئا منها استحق عقاب الله وعقوبة الله، فتعذيب المؤمنين وفتنتهم لأجل أن يرتدوا عن دينهم متوعد عليه بالعذاب الأليم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أو يؤذي المؤمنين بأن يظلمهم فيأخذ ما بأيديهم ظلما وعدوانا، أو يظلمهم بإخراجهم من ديارهم، أو يظلمهم فيقاتلهم بغير حق، فإن الله سبحانه وتعالى ينتصر لهم. قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ما هو الذنب الذي يستحقون عليه بأن يظلموا أو تمد الأيدي إليهم أو يقتلوا أو يخرجوا من ديارهم؟ لا ظلم لا ذنب لهم إلا أنهم يقولوا ربنا الله، يعبدون الله ويوحدونه ويسعون في مرضاته، يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويحكمون شريعته ويعملون بالدين في جميع أحوالهم وشؤونهم، يحكمون دين الله حتى في أقوالهم، حتى في لباسهم وفي معاملاتهم ومعاشراتهم وجميع شؤونهم يحكمون دين الله. فمن ذنبه الذي ارتكبه المؤمنون حتى يسوغ لكل مجرم وظالم أن يظلمهم أو أن ينتقم منهم بغير حق. الذين أخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله، أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ومن صور إيذاء المؤمنين التي يستحق عليها صاحب الأذى العذاب الأليم قتل المؤمنين بغير حق. فقد ذكر الله عز وجل من الوعيد الشديد والعقاب الأليم ما لم يذكره في كبيرة من الكبائر إلا ما كان مساويا لها، وهي قتل المؤمن بغير حق. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر على عقوبات
وعلى تنكيل من الله عز وجل توعد به. من يحدث نفسه أن يسفك دم مؤمن بغير حق، بغير حق، حتى ولو سول له شيطانه أنه خالفه في رأيه، خالفه في مذهبه، خالفه في عقيدته، ما دام على الإيمان وعلى الإسلام فليس له حق أو أي حق أو أي مسوغ أن يجرحه جرحا بسيطا، فضلا عن أن يسفك دمه بغير حق